ملكة مصرية، رمز الجمال والقوة، ساحرة الشرق، الملكة الأخيرة للدولة المصرية. تاريخنا مليان حكايات، وحواء ليها دور كبير على مدار التاريخ. حواء النهاردة هي كليوباترا. اتولدت سنة 69 قبل الميلاد. أبوها الملك بطليموس الثاني عشر. أيامهم كانوا بيتجوزوا جواز المحارم عشان يحافظوا على الدم الملكي، يعني أمها تبقى أخت أبوها. وقتها اتعرفت بأنها أجمل جميلات التاريخ. اكتشف بعض الباحثين ان كليوباترا كتبت كتاب عن اسرار الجمال. اكتشفوا وقتها ان هي بتستحمى باللبن والعسل، وكانت بتلبس اغلى المجوهرات، وبتصرف على نفسها نص ايرادات الدولة. وهي عندها 18 سنة اتولت الحكم بعد وفاة ابوها. اتولت الحكم هي واخوها بطليموس الثالث عشر، اللي اتجوزته بعد كده على حسب عاداتهم وتقاليدهم انهم كانوا بيتجوزوا المحارم. عمره وقتها كان 10 سنين. حاول بطليموس يمنعها من التعامل مع الرومان. وقتها حست بالضعف، لجأت ليوليوس قيصر ملك روما. أعلن أخوها خيانتها. في نفس الوقت وقع يوليوس قيصر في حب كليوباترا. قتلت اخواتها بطرق مختلفة. اتجوزت بعد كده يوليوس قيصر في السر. ده علشان ايه؟ علشان قانون روما كان بيمنعهم ان هم يتجوزوا بغير الرومانيين. ولدت منه طفل سمته بطليموس الخامس عشر او قيصرون، ده نسبة لأبوه قيصر روما. انتهى جواز كليوباترا بموت يوليوس قيصر. اتقتل قيصر روما. وقتها اتقسمت روما لروما الغربية مسؤول عنها اوكتافيوس، وروما الشرقية بتاعت ماركوس أنطونيوس. على فكرة اوكتافيوس يبقى ابن اخو يوليوس قيصر، وابنه بالتبني، والوريث الشرعي لروما. في الوقت ده مصر كانت تابعة لروما الشرقية. عملت ايه بقى كليوباترا؟ استخدمت جمالها وذكائها علشان تبهر ماركوس أنطونيوس، واتجوزته في الآخر. على فكرة رغم جمالها اللي بيقولوا عليه، اكتشفوا عملة أثرية مؤخرا منقوش عليها صورة كليوباترا. كان شكلها عادية جدا، مش الجمال اللي يبهر يعني، لكن اللي ساعد ان هي تكون فاتنة او جميلة عصرها ان هي كان عندها فراسة لغوية، وكانت بتعرف تتكلم لغات كتيرة جدا، وكان عندها قوة الملوك، بالعكس كانت بتغلبهم كمان. واحدة من الملكات العظماء، الوحيدة اللي اتعلمت اللغة المصرية وعرفت تتكلم بيها. قادت جيوش وهي عندها 21 سنة. مدت ايديها بسلام واستقرار البلاد وكافحت الفساد. فتحت مخازن الحبوب للشعب في المجاعة. رفعت الضرائب. كان عندها بمعنى أصح حسن إدارة للبلد. وفي سنة 31 قبل الميلاد قامت معركة أكتيوم، اللي كان فيها جيوش أوكتافيوس ضد جيوش ماركوس أنطونيوس، اللي انتصر فيها أوكتافيوس. اتقال وقتها ان كليوباترا انتحرت. طبعا لما سمع ماركوس أنطونيوس ان حبيبته انتحرت، انتحر هو كمان حزن عليها. أوكتافيوس أخد كليوباترا أسيرة. اتقال وقت فترة الأسر انها انتحرت لما سمعت ان جوزها اتهزم، عن طريق ان في حد من الخدم جاب لها تعبان سام وحطته على صدرها لحد ما ماتت. ودي القصة المتعارف عليها. بس في حقائق جديدة بتقول ان في اخصائية تحليل جنائي في امريكا كشفت ان هي ماتت مقتولة، وطبعا المشتبه في قتلها هو اوكتافيوس. اوكتافيوس كتب في مذكراته انها ماتت منتحرة، وقتل ابنها وريث روما الشرعي قيصرون علشان يقطع نسل كليوباترا نهائي. على فكرة كليوباترا حكمت مصر 20 سنة. بموت كليوباترا كانت نهاية الحكم البطلمي في مصر، وبداية مصر الرومانية اللي بقت واحدة من مقاطعات الإمبراطورية الرومانية.